بيان للرأي العام، إلى أصحاب الضمائر الحية، إلى المؤسسات الرسمية والقانونية، إلى الإعلام الحر باسم مؤتمر ستار والحركة المرأة الحرة، نعلن إدانتنا المطلقة وبأشد العبارات لجرائم القتل النساء التي تتكرر تحت ذرائع واهية ترتكب باسم الشرف أو العادات أو السلطة الذكورية، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية. أن قتل النساء ليس حادثا فرديا بل جريمة اجتماعية ممنهجة تعكس فشلا أخلاقيا قانونيا وتواطؤ بالصمت. أن الحق المرأة في الحياة غير قابل للتفاوض وكرامتها ليست موضوعا للنقاش، وأي تبرير لهذه الجرائم هو مشاركة فيها. القضية قضية طفلة قاصر لم تقتل بسبب خطأ ارتكبته بل بسبب منظومة سمحت بزواج قاصر وصمتت عن العنف ثم حاولت التبرير عن الجريمة. الطفلة لم تكن راشدة، لم تكن صاحبة قرار. ما جرى ليس حادثا أسريا أو خلافا عائليا بل جريمة قتل واضحة بحق قاصر. إنها الضحية شيرين أوسو. أن صمت الجريمة وأن التغاضي شراكة، والعدالة المتأخرة ظلم مضاعف. لن نقبل أن تقتل النساء مرة بالسلاح ومرة بالصمت. حياة النساء خط أحمر، والعدالة للضحايا قتل النساء. الاحتلال التركي مطالب بتقديم الجاني للقضاء، ولكن النساء كيف لها أن يحميهن من العنف الرجال وتقديمهن للعدالة؟ كونه لا تزال النساء تقتل وتخطف. شيرين أوسو العفرينية ليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة التي تقتل. نحن جميع نسوة المجتمع صوت شيرين أوسو نطالب بالاحتلال التركي بتحقيق العدالة لها، معا لوقف قتل النساء، معا من أجل العدالة والكرامة والحق في الحياة. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.